مواد حارقة. هذه الصودا الكيماوي ثور من نفسه، ثور من نفسه. المواد الحتالة. طيب هذا المواد رويكم حبة حبة. هذا اللي امشي فيه انا الحين. هذا شو؟ صناديق الصبر، نفس صناديق الصبر. هذا اصفر، هذا احمر، هذا اخضر، هذا شغال يخوز الاصفار. تهقون شو هذا يا الربع؟ هاي طالع عمركم المواد اللي صنعوا فيها البيبسي. هذيك الصودا الحارقة اللي تطلع الدخان والثور، نفس التيزاب. هي هذه. شوف كيف تقرب، ما فيها شيء ولا شيء. شوف المواد اللي داخل. طبعا يا شباب هذا الدبه الوحده يمكن تصنع حوالي 1000 غرشه. ياخذوا نسبه بسيطه جدا 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 ويحطوها في الغرشه، او زجاجه الكولا او البيبسي او الميراندا او كلها. وهذه الاصباغ او النكهات الملونه ويصنعوا منها البيبسي، واحنا نشرب من هذا السم. هذا السم. فاحنا اول بغينا نستفسر عن الموضوع وكلمنا بروحه راعي الشركه، قال هي هذه النكهات اللي يصنعوا منها البيبسي والمواد الغازيه. فما ادري شو اقول بالعافيه علينا او الله يرحمنا، الله يعيننا جد. شوف الصبغ كله صبغ، حتى ويا الماي ما يختلط. صبغ. هذا في مواد هنا ثانيه. هذا المواد، هذا صناديق الصبغ. شوفوا